يا مساء الفل على كل اخواتي وحبايبي في كل مكان. النهارده هنعمل كيكه حلوه قوي باليوسفي، جميله هشه طريه، بدون حليب، بحاجات بسيطه جدا من البيت، مش مكلفه، حلوه وريحتها جميله وهشه زي ما انتم شايفين، وقوامها حلو قوي، وهتعجب كل اللي هيدوقها من ايدك. طريقتها سهله وسريعه، ومش هتاخد منك وقت، وطعمها خرافة. تعالوا نقول عملناها ازاي. معايا 4 من اليوسفندي اليوسفي، انا غسلاهم حلو قوي، وميه وخل منضفاهم. هقشرهم كلهم واقطعهم ما عدا واحده، يعني هحط 3 حسب اليوسف اللي انت جايباه. لو صغير حطي 4 زي ما انا جايبه، لو كبير حطي 3. انا هنا بقطعهم، بشيل منهم البذور زي ما انتم شايفين كده، تمام. وواحده بس اللي هحطها بالقشر بتاعها، برضه هشيل منها البذور واحطها بقشرها. دي اللي هتدي نكهه حلوه قوي للكيكه، وهتدي تست حلو قوي. تمام. على فكره اللي بيمرر الكيكه، اي كيكه لما تحطي فيها مواد عطريه زي برتقان او اليوسفي، البذور مش القشر. تمام. انا نضفتهم كلهم من البذور، وهضربهم وهنصفيهم مع بعض. انا هنا ضربتهم وهنصفيهم مع بعض. انا بنزل منها الالياف لان ما ينفعش احطها باليافها، لازم تصفي منها الالياف. تمام. صفيها كلها مع بعضيها. انا محتاجه كوبايه حوالي 200 ملي بس. معايا هنا 4 بيضات بحراره الغرفه، بحراره المطبخ، معلقه خل، كوبايه وربع سكر. لو عايزه تقللي السكر عن كده قلليه، بس هي كده مظبوط. معايا هنا معلقه فانيليا برتقال، لو فانيليا عادي برضو مفيش مشاكل. وبضربها حوالي من دقيقه لدقيقه ونص. لازم انعم الخليط ده جدا عشان ما يخرصش معايا في الكيكه. تمام. انا بضرب فيها كده. معايا هنا بقى كوبايه الا ربع زيت، هضربها برضو، وهرجع برضو هنحط برضو المكون الاخير اللي هو الرئيسي بتاع الكيكه. تمام حبايبي، زي ما انتم شايفين كده. هحط كوبايه اليوسفي اللي انا عصرتها معاكم، وهضربها بقى ضرب من دقيقتين لدقيقتين ونص. بس هنريح الخلاط، كل ما بضرب بريح الخلاط دقيقه وارجع ثواني وارجع تاني. شايفين الخليط فاتح وحلو ازاي، تحفه وريحته حلوه. انا هنا بقول لكم لازم يتضرب حوالي من دقيقتين او دقيقتين ونص. الضرب بتاع الخليط ده بيدي تيست حلو قوي. معايا هنا كوبايتين ونص من الكوبايه المعياريه دقيق، ومعايا معلقتين نشا. نشا هنا بتديها شاشه وطراوه. ومعايا برضو كيس بيكنج باودر، ونسيت اقول لكم ان انا حاطه ذره ملح في الخليط السائل. تمام. انا نخله الدقيق مرتين، ودي التالتة. كل ما بتنخلي الدقيق كل ما بيدي للكيكه طراوه وهشاشه. دي من عوامل نجاح الكيكه. تمام. انا هنخله وهرجع هنجيب بقى البوله. معلش انا مسرعه الفيديو. انا هنا حطيت الخليط كله، نزل الخلاط كله عشان نسيب فيه حاجه طبعا. وهنضرب الخليط الكيكه كله ضرب حلو من تحت لفوق، ما اسيبش بقاع البوله حاجه. واضرب لغايه ما الدقيق يتجانس مع الخليط. اضربها ضرب حلو قوي بحيث ان مفيش قطعه، يعني مفيش حبه دقيق يبقوا تحت او حاجه. زي ما انتم شايفينها كده، الخليط بتاعها حلو قوي، الكيكه جميله. هندخلها سوري، في صينيه مبدره بحته الزبده وحبه دقيق. ببدرها بالزبده والدقيق، وبنزل الخليط كله وبحطها على درجه حراره 180 من 35 دقيقه ل 45 دقيقه. وهنا بضرب السنه، بخبط السنه طالع منها الهواء، او بعصايه الخله بتاعت الشيش طاووق. تمام. دخلها الفرن ونشوفها. وهنا حبايبي بعد ما طلعت، مش عارفه يعني، عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا جدا جدا، وشكلها مغري. ده غير كمان الريحه كانت قلب البيت حرفيا، زي ما انتم شايفين. تحفه تحفه تحفه. انا بس عشان السنه سخنه اقطعها مع بعض واوريها لكم. هنا حبايبي بعد ما قطعتها، شايفين الطراوه والهشاشه، شايفين قد ايه هي حلوه وهشه وطريه وجميله. ريحتها حرفيا جميله جميله جميله. عايزه اقول لك ان هي كمان طعمها تحفه تحفه تحفه. يعني انا اكلتها وهي سخنه تحفه.
يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. سلام.